النهارده معانا 5 أفكار حلوين أوي، أوي، كلّهم لمنظمات تنفعكم جدًا للمطبخ، زي ما أنتم شايفين حتتين كرتون بيضاوي لزقتهم في بعض بالشمع، صنفرة الحواف لزقت فيها بقى حتة كده خيش حلوة، لو عايزين تحطوا قماش مقارب للخيش ممكن على فكرة، ودي طريقة سهلة عشان تلزقوا الخيش أو القماش من غير ما يكلكع معاكم ويبقى فيه فراغ من تحت. لزقنا كويس وكمان هنرد الحواف، لازم نسيب كده حتة على الحواف عشان نردها من الظهر ومتينة وجميلة معانا. شايفين الفينش حلو ازاي؟ ويلا كمان هنلزق برضو من الظهر كده حتة تاني، ودي بقى هنشيل منها الزيادة على مسطرة. نحط ونلزق الحبل بتاعنا عشان يبقى مظبوط مش ملوح. وبعد كده هلزق تاني حبل أبيض ونسيب مسافة لليد من فوق، ومن تحت كده بقرول كرتون هبتدي اخد المساحة بتاعتي الداير بالشكل ده عشان اعمل زي خطافين كده علقتين، وحواليهم برضو لفيت الخيوط او الحبل الابيض. وهنا هلف حوالين الرول بتاعي بس ننقيه قوي شوية وبرضو خيش كده ونلزقه بالشمع معانا كده تمام. كسيت كل الرول بتاعي. واوعوا ننسى اللايك والمشاهدة الكاملة عشان قناتنا تكبر وازود الافكار وابسطكم وافيدكم كمان وكمان. هنا لزقت صورة بورنيش الحائط الإكريليك على كرتون نصبيان. تمام. الصورة دي أنا طبعتها من أي مطبعة للألوان، يعني تصوير ألوان، وابتديت عايزة أعمل زي فازة زرع كده 3D، فرفعتها شوية وحطيت فيها زرع أخضر وابتديت أحط شوية زلط كده هنا. تمام. لزقت طبعا بالشمع شوية فروت بتاع أخشاب عشان يديهم لون كده ومظهر حلو لامع عملتها. هنا كمان عملت كده برضو فيونكة. بصوا بقى حامل للمطبخ اللي هو المناديل بتاعة المطبخ جميلة ازاي كده جنب البوتاجاز بتاعك او في الكوفي كورنر او حتى في الحمام، حلوة قوي. ممكن تحطوا كمان عليها فوطة صغيرة لليد في الحمام. بجد كانت فكرة تحفة جدا. انا عارفة الافكار معادة بس مجمعها لكم عشان تستفادوا للي عايز كده افكار مرة واحدة للمطبخ. كمان عندي هنا جردل بتاع جبنة تقريبا 3 4 كيلو. يعني علمت كده من علامتين من النص وابتديت اشق من فوق عشان ده عصب بمنشار حاد. وبعد كده من تحت كملت ورسمت كيرف لتحت وشلت كله بالمشرط. وبعد كده جبت الحصيرة اللي انتوا عارفينها اللي هي يابانية دي، باخد كده على القد بالظبط بتاع الكيرف والويفي اللي نازل حطيتها عليها عشان اعمل زي يعني كفر ليها. الفكرة دي حلوة برضو، حلوة جدا جدا. دي عياشة عشان العيش بسيطة وجميلة. لزقت برضو في ظهر الحصر ده خيش وده بالغيرة بتاع الأخشاب. وبعد كده هاجي أفرغه، طبعا سبته ينشف على الوضعية اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما نشف ونبتدي بقى نلزقه في العلبة بتاعتنا على أساس يبقى كفر. لزقناه بالشكل ده. وبعد كده جبت هنا ده السلك بتاع الكهرباء، فرغته من السلك الداخلي وخدت الجزء ده بس هكسي بيه الجزئية دي عشان اعمل فينش حلو كده على الحواف. وهنا خرمت وحطيت تقريب عشان اثبته. هعمل داير ما يدور كله، يعني دي حتة كده اوريكم وانتوا بقى كملوا. شلت من هنا الفايض وابتدي بقى الزق واثبت معايا الباب بتاعنا الجميل ده. كل فكرة من دول موجودة وهسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. الفيديو هنا سريع عشان مجمع لكن موجودة بمعلومات وببطء اكتر على قناتي. تمام. الفيديو الاصلي يعني هثبت بقى من ورا كده، ده اللي عايز الشرح البطيء، ده اللي عايز هنا للشرح السريع. هثبت بقى من ورا بالتيراب عشان يمسك معانا الباب بالشكل ده. وكمان ببواقي الحصر هلزق كده داير ما يدور بالامير عشان اعمل شكل حلو كده. بعد كده هبتدي هنا ألزق بستيكر كده خشبي عشان نديها بقى الشكل العياشة الخشبية الجميلة. خلاص حتة حتة كده ما تستعجلوش، نغطي كل الداير ما يدور. وبعد كده هحط هنا كده كان عندي لفة من الخوص هحطها على الحرف وبرضه هلزقها بالشمع. بس جميلة وشيك ازاي. وهعمل هنا يد بواقي حتة خشب، هعملها كده زي حتة هنا كده مرتفعة عشان يبقى يد للعياشة بتاعتنا. شوفوا سهلة وجميلة ازاي، ماتيريال بسيط جدا بس ادت شكل فاخر قوي. وكمان عرفت اوظفها واحطها هنا في الركن كده بتاع الشاي والمشروبات الصبح. احط بقى فيها عيش، احط فيها فايش،
نسند عليها حاجة كده، الرف الجميل اللي عملناه فوق. جميلة 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 وسهلة أوي، ونستاهل بقى لايك وتشجيع منكم قوي وجامد. يلا شجعوا الأفكار الهادفة المفيدة للمجتمع عشان نقدر نواصل، وتشجعونا ان احنا نكمل. الفكرة اللي بعد كده من علب الصاج بتاعت الفول او الطماطم دي الصلصة. هم عبارة عن 8 علب، خدت منهم 4، عملت فيهم المقاس الصغير اللي انتوا شايفينه وتنيته بالطريقة دي. وجبت كمان كرتون نصيبيان، عملت منه دوريات، لزقت مثلا 3 أو 2 في بعض بالشكل ده عشان يبقوا محملين. تمام. في فيديو للنصيبيان في شرح كل المعلومات عنه على قناتي. وبعد كده ابتديت أكسيه بالستيكر الخشبي عشان أديله طابع الخشب. تمام. وهنا بعمل قاعدة معانا، ولزقت زي ما انتوا شايفين الكور الخشبية دي. القاعدة دي كانت عندي خشبة قديمة، وعملت لها وصلتين من الجنب زي ترابيزة صغنونة وحامل كده. بصوا الجمال. الفيديو ده برضو موجود، فيديو مطول على قناتي فيه شرح كله وكافي لكل المعلومات. علبة قديمة بلاستيك، هعملها زي درج من تحت. بصوا بقى الحتة دي قوية جدا وهتنفعكم جدا جدا، هتبقى منظم فاخر يعني. عملت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الدرج كده، بيطلع ويدخل بكل سهولة. تمام. وعملت له كمان خشبة من قدام، وبرضه عملتها بنفس الستيكر مع يد صغيرة كده من الخشب. وكله بيتلزق بالشمع. على فكرة الشمع حلو بيكلبش لما يكون نوع محترم. وخلاص بقى درج بقى قوي جدا منظم كده، تحطي فيه اي رفايع عندك برضو على المطبخ او خاصة بركن الشاي والقهوة. وهنا ده ألمونيا، حفرت عليه كده اسامي المشروبات او التوابل اللي انت عايزة تحطيها عليها. وخلاص بقى احلى طقم توابل بجد، انا شفته باسعار غالية جدا، والحمد لله قدرت اقدمه لكم باقل حاجة، ببلاش كده. خامات حلوة جدا بنرميها نقدر نستفيد بيها ونعمل بيها أفكار تجنن زي دي. الفيديو موجود المطول عشان ده مختصر على قناتي. ويلا بينا على الفكرة اللي بعد كده، فكرة كده تحفة وهدية بقى مني ليكم. كانت الصراحة جابت ألفات ألفات مئات الألفات من الإعجاب والمشاهدات على قناتي. عبارة عن حامل للطرد أو للحلويات، من قارورة قطعت منها زي ما انتم شايفين، واحتفظت بالغطا بتاعها. ومن الغطاء الكبير بتاع الجردل ده ثبت فيه بالشكل ده بالمسامير. وطبعا زي ما انتم شايفين خشنتها بكذا طبقة كرتون. وبعد كده جبت الحتة من القارورة دي اللي قطعتها، دهنتها بدهان اكريليك لونه روز كده حلو، وهوريكم ازاي دلوقتي يتكون. تمام. خلاص نشفت، ابتدي بقى بصوا بتتشال وتتفصل بكل سهولة بفعل الغطاء اللي احنا عملناه. ده دهان حائط عادي اكريليك او الوان اكريليك عادية. بحط عليها شوية ورنيش اكريليك برضو، كل دي حاجات بتاعة الجدران اللي هي بتاعة الدهانات الحواط. تمام. كده على بعض مع شوية لون مركز باللي انت عايزاه، الدرجة اللي انت عايزاها. حطيت هنا احمر واصفر. نشف، لزقت القاعدة، ابتديت بقى ادهن بنفس اللون اللي احنا عملناه، طبقة ورا طبقة لغاية ما الطبقة تبقى الشفافة معانا تستر للآخر يعني. وعملت كده صنفرة أخيرة. الفيديو ده برضو موجود مطول، النسخة المطولة منه على قناتي. وحطيت التيب كده عشان خاطر أعمل الطبعة بتاعت النقط اللي انتوا شايفينها دي. نشفت، شلت كله التيب، وبعد كده بلزق صورة مطبوعة بورنيش الحائط برضو. بفرغ الهواء بالشكل ده، وبعمل على حوافها لون ابيض تظليل كده خفيف. مش عايزه اقول لكم انا شفت القواعد بتاعه الطرط دي او الحلويات باسعار مهوله. وبعد كده عزلتها بورنيش مائي عشان تتغسل وتبقى زي الفل. وطبعا مش هيتحط عليها الاكل دايركت، لا بيتحط عليها القاعده اللي هي الكرتون بتاعه الحلويات، او آه، اللي هي زي دي او الطرط. مش عايزه اقول لكم متين قد ايه وعايش عندي لغايه دلوقتي. شوفوا الفيديو ده بقاله كام سنه بس تحفه. ما تنسوش تعزلوه بالورنيش. في كمان ورنيش زي ده، ورنيش زي ده، ده أخشاب وده رش. كل الحاجات دي موجودة في السوق، أسعارها متوفرة وسهلة جدا جدا في العمايل كمان والرش والدهان وكده. آخر فكرة معانا النهاردة من علبة جبنة. أنا برسم كده على حوافها وبصنفرها كويس جدا وبفرغها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علبة جبنة عادية خالص. بعمل من جوه كده زي باعمل لها زي بقسمها بنفس نوع برضو البلاستيك، وعملتها سوكت كده من ال3 جوانب اللي احنا شايفينها. وفرغت من 3 جوانب برضو اللي احنا شايفينها عشان تبقى حاجز يتشال ويتحط زي سوكت كده.
تمام، بيتركب ويتشال ويتحط بكل سهولة، وعملت لها دراع برضو من البلاستيك، وقماش عندي كان لونه حلو كده، هبتدي اكسيها بيه بالشكل اللي احنا شايفينه بالشمع، وسهلة جدا. ونشيل بقى كل الفوايد بالمقص. الفكرة دي تستاهل لايك حلو منكم، لان بجد جميلة وسهلة كمان جديدة. حوافها حطيت الخيش، وطبعا نسلت الحواف بتاعته، خلاص لزقتها بالشمع. وجيت الفاصل اللي انا عملته من النص برضو كسيته بالقماش. تمام. وبرضو كسيت الحامل او اليد اللي انا عملتها، هي حته بلاستيكه خالص عباره عن شريطه، وخرمتها من الاول والاخر. تمام. وهلزقها بالشكل ده عشان بس تبقى يد. تمام. وهنا بواقي الخيش هعمل كده داير ما يدور حوالين اليد عشان تديها شكل جمالي. ولزقت صورة مطبوعة بالورنيش بتاع الأخشاب. الحاجات دي ضد المية وحلوة على فكرة يا جماعة. تمام. وحطيت بقى فيها المعالق على سفرتك، تحطي فيها مثلا كاتشب وازايز زيت صغيرة او خل، توابل رائعة. بس هي حامل حلوة جدا جدا للأدوات بتاعة المطبخ على المائدة أو في ركن كده. أتمنى تكون الأفكار بتاعة النهاردة عجبتكم. بشكركم جدا، ما تنسوش تدعموني.